الاهلي اخر فتره كان فايلر الوحيد اللي كان شخصيته قويه، اللعبه بتحترمه وبتعمل له حساب. كان فوق ده كله كمان كان الراجل عنده خطط وتكتيك بيلعب بيه. فايلر الاهلي قدم معاه احسن كوره لعبها يعتبر في تاريخه. فايلر ولاعيبه كانت دون المستوى، بلاش نقول كلمه تانية برضه. اللعيبه اللي كانت مع فايلر كانت لعيبه على قدها، والراجل عمل منهم فرقه وكان بيقدم احلى كوره في تاريخ الاهلي. طيب بلاش فايلر، لو انتوا عندكم مشكلة مع فايلر كالإدارة أو ناس معينة في الإدارة عندها مشكلة مع فايلر، في يوريتيتش والراجل فري دلوقتي اللي هو كان ماسك بيراميدز. الراجل ده ممتاز جدا، وبأي لعيبة بيلعب وبأي لعيبة بيجيب نتائج. الراجل ما عندوش جمهور، يعني تخيل مدرب ماسك فرقة ما عندوش جمهور، كان بينافس الأهلي لغاية آخر ثانية في آخر ماتش في الدوري، وخد بطولة أفريقيا يعني، وخدها من صن داونز. فانا بكلمك انه منطقيا انت محتاج مدرب يتحكم في اللعيبه دي. انت جايب نجوم ودافع فيها الفلوس دي كلها، فانت محتاج مدرب عنده شخصيه قويه يتحكم في اللعيبه دي. هو ده اللي الاهلي محتاجه الفتره الجايه، مش محتاج حاجه تانية. محتاج مدرب عنده شخصيه، مدرب زي ما قلنا 90% شخصيه و10% اي حاجه تانية. ده حقيقي على فكره، والكلام ده لان المدرب بشخصيته هو اللي بيتعامل مع اللعيبه، وهو اللي عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين. فانا وجهه نظري رقم واحد فايلر، رقم اتنين يوريتيتش في الوقت الحالي. هي دي انجح ناس ممكن تيجي تمسك الاهلي. الاهلي كده كده خرج من كاس العالم للانديه، محدش يبيع لك الوهم ويقول لك الاهلي مكمل والكلام ده، خلاص الاهلي خرج تمام. فعشان يكمل ده حاجه مستحيله، يعني شبه مستحيله. فبره القصه دي، فخلينا بقى في اللي بعد كده. يبقى احنا ايه، الراجل ده يمشي ويجي فايلر، او يجي يوريتيتش اللي كان ماسك بيراميدز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.